في قمة الجعان والطموح النهارده الاهلي وبيراميدز. تعالى اقول لك على سيناريو الماتش المتوقع اللي هيحصل. خد الفيديو ده عندك سكرين كده، وخد الفيديو ونزله لي بعد الماتش، وانا هقول لك السيناريو بالظبط اللي هيحصل في الماتش. اخر ماتشين لو بصيت على الاهلي وبيراميدز، الاهلي عشان يعرف يتعادل مع بيراميدز لازم يطرد واحد من بيراميدز، لازم. يعني عشان الاهلي يعرف يتعادل بيطرد له واحد من بيراميدز عشان يلعب 10، عشان يفضل ضاغط، عشان يحاول بجون اهبل، خبطه رزعه، اي حاجه في العارضه وتالت تخبط في ظهر اللاعب وتخش جون، ونبني اساطير من الجون. المهم انا بقول لك النهارده ان في ضربه جزاء صحيحه مش صحيحه، من جوه ال 18 من بره ال 18 من نص الملعب، في ضربه جزاء النهارده هتتحسب للاهلي. وخد الكلام ده مني ونزله لي بعد الماتش. في فاولات كتير هتتحسب قدام ال 18، في انذارات كتير للاعيبه بيراميدز لحد اما ربنا يكرمه ويطرد له واحد. الحكم يعني لما هيحاول يطرد له واحد باي، الفار بقى هينده مش هينده، المهم في طرد النهارده. في ركله جزاء النهارده هتلاقيها صحيحه 100%، البيراميدز مش هتتحسب عادي. كل الحاجات دي عادي جدا في ماتش الاهلي وبيراميدز، او في ماتش الاهلي واي فرقه تقيله. يعني اي فرقه تقيله بتلعب الاهلي اتفرج على حاله طرد، اتفرج على حاله جدل، وحالات الجدل كلها بالنسبه للاهلي مع الحكام في الماتشات التقيله، في الماتشات الكبيره. توقع النهارده مثلا ضربه جزاء صحيحه لبيراميدز ما تتحسبش، توقع فاولات كتير قدام ال 18. انا اتمنى النهارده، في زملكاويه كتير يقول لك يتعادلوا الاثنين، لا ما يتعادلوش، هو الاهلي كده كده مش هيقع تاني، الاهلي الحكام بيلحقوه، لكن بيراميدز هيقع كتير. فانا اتمنى ان الاهلي النهارده يخسر. خلينا نقول اللي ليه واللي عليه، الاهلي بيعرف يلعب الماتشات الكبيره، يعني هتلاقي النهارده ماتش غير الماتشات اللي فاتت. يعني الماتشات اللي فاتت للاهلي دي سيبك منها خالص، النهارده هتلاقي الاهلي شكل تاني، شكل تاني خالص. هتلاقي في ضغط ومش عارف، اول تلت ساعه وهيحاول يجيب جون وممكن يسجل، الشوط الثاني كده اول تلت ساعه هيضغط كتير وهيحاول يسجل بمساعده ابو صفاره، مش مشكله، بس هو الاهلي بيعرف يلعب ماتشات كبيره. انا توقعاتي للماتش النهارده لو في عداله تحكيميه الاهلي هيخسر 2-1. هي دي الخلاصه يا صاحبي، سلام.